مرحبا بكم وأهلا وسهلا. هذا الفيديو مخصص من أجل الحديث عن رواية لكاتب سوري هو الصديق عبد الله القصير بعنوان كوابيس مستعملة. كوابيس مستعملة صادرة عن دار فضاءات في عام 2019 في الأردن في عمان. الرواية باختصار سأقول ما أستطيع قوله في هذا الفيديو، هناك الكثير مما يمكن أن نقوله، لكن سأحاول صياغة بعض النقاط التي أراها أساسية في هذه الرواية. كوابيس مستعملة هي رواية عن لنقل التراجيديا السورية التي حصلت منذ عام 2011 والمستمرة حتى الآن. التراجيديا السورية هذه في نظري، وقد يكون هذا تحريضا للنقاد الروائيين أن يفكروا بالمسألة على النحو التالي: أن هذه التراجيديا أو المأساة أو الكارثة أو الانكسارات أو الخراب السوري يجعل المرء أمام نقطة حرجة وتحرض على التساؤل: هل فعلا الرواية كفن أدبي هي فقط كما تم تعريفها عبر التاريخ النقدي أنها ملحمة المدينة أو ملحمة البرجوازية المدنية، وأن الرواية، هذا النقطة الأخرى، أن الرواية بحاجة إلى تجارب كثيرة وخبرات هائلة يمر بها الكاتب، لذلك ينبغي أن يتأخر الكاتب حتى يلد عمله الروائي الأول، يعني أن يمر بتجارب حياتية وثقافات وقراءات وأسفار وأماكن مختلفة حتى يمكن يصبح عمره 40-50 سنة حتى يصدر عمله الروائي الأول. طبعا هناك استثناءات في تاريخ الرواية تشير إلى أن هذه الأفكار ليست دقيقة على هذا النحو، وبالتحديد الآن نحن السوريين الذين وجدنا أنفسنا أمام تجربة لا سابق لها لا في سوريا ولا في غيرها من الأماكن، تجعل الروائي أمام حالة فريدة من نوعها توفر عليه أن ينتظر سنوات وسنوات لكي يكتسب خبرة ويكتسب تجارب وأهوال. والأهوال السورية والمأساة السورية هذه تجعل الجميع قادرين على أن يكونوا مخضرمين ومعتقين بالألم والمعاناة والتراجيديا. ومن هذه التراجيديا والمعاناة والخبرة الفريدة من نوعها يولد روائيون وشعراء وتشكيليون وقصاصون ومفكرون وإلى آخره. فإذا بعد أن أنهيت قراءة هذه الرواية كوابيس مستعملة، وجدت نفسي أمام رواية بمنتهى النضج والاكتمال إلى درجة لا تطاق، يعني إلى درجة، طبعا هنا لا تطاق إلى درجة الدهشة، لأن هذا العمل الروائي الأول لعبد الله القصير، العمل الروائي الأول. قد يكون له تجارب قبلها، كتابات قصصية، محاولات هنا وهناك، لكن هذا العمل الروائي المكتمل الأول الذي يصدر له منذ 5 سنوات. وعبد الله القصير من الكتاب الشباب، يعني هو لم ينتظر حتى يصبح عمره 50-60 سنة لكي يقول إنني تخضرمت في التجارب والخبرات وها أنا قادر على تأليف رواية تقول هذه الخبرات والمعاناة التي مررت بها. ما مر به عبد الله القصير في رحلته من سوريا إلى ألمانيا الآن، وهي هذا الفضاء المكاني الذي تدور فيه الرواية، الفضاء المكاني بتعدد أشكاله ومراحله وتصاعد الأحداث فيه. هذه الرحلة
من مكان إلى مكان نقيض، بما فيه من طبعا هو لم يسافر، يعني لم يسافر ترفا، وكمئات آلاف السوريين هربوا من الموت، هربوا من الاعتقال، هربوا من القتل، من الذبح. هو وأسرته تشردت أسرته في البداية في تركيا، ثم جاءت إلى ألمانيا. وهذه الرواية التي انبنت على هذا الحدث بحد ذاته يعطي الرواية مادة خصبة لكي يكون فيها تجربة هائلة، وتحتاج إلى مئات الروايات والقصائد والدراسات والقصص والمسرحيات حتى يمكن أن نقول إنها أحاطت بهذه المأساة أو التراجيديا السورية. إذن شخصيات الرواية هي الأساسية طبعا عطايا وظبية ورالف والمحيط، يعني الشخصيات المحيطة أو الثانوية التي تدخل في علاقة مع هذه الشخصيات الأساسية. الشخصية الأساسية هو عطايا طبعا، هو الراوي الذي يروي قصته وحكايته، وزوجته ظبية التي تأتي فيما بعد إليه لكي تشاركه الحياة في ألمانيا. لكن هناك من الشخصيات لنقل بين قوسين الهامشية أو الجانبية، الجمل الجانبية في اللغة الألمانية، هناك جمل روائية جانبية إذا جاز التعبير. من أهم هذه الشخصيات الجانبية وتوصيفها بالجانبية ليس تقليلا من شأنها، بل كان لها دور أساسي في تفعيل الحدث الروائي وفي تصعيد اللغة الروائية حتى والأحداث، وإضاءة المزيد من التفاصيل والإيضاحات على شخصية عطايا وعلى ذاكرته وواقعه وانكساراته وانتظاره لمستقبل متوتر. من هذه الشخصيات الجانبية يجد نفسه أمام امرأة ألمانية يسميها آنيا. وآنيا هي كما في الرواية لا تظهر بصورة واقعية، هي تظهر بصفتها شبحا أو فكرة متخيلة يوهم أو يريد أن يوهم القارئ بأنها شخصية لها لحم ودم. لكن القارئ المتمعن عندما يعني يخوض أكثر في أعماق الرواية وتحليل شخصياتها سوف يكتشف أن هذه الآنية من خلال حديث الروائي عنها ومن خلال حديث عطايا الذي يروي القصة أو يروي الحكاية يتحدث عن آنية بمواصفات ويسند إليها أفعالا وأحداثا لا يمكن أن تكون إلا لفكرة سوف تلح على هذا القارئ الذي يبحث عن ما وراء الأسماء وما وراء الأحداث. فآنيا هي امرأة شقراء وجميلة ومثيرة وجديدة على الحياة، ولها تفاصيل تشبه تفاصيل أي امرأة ألمانية، بل حتى أي إنسان ألماني. يعني هنا لحظة تعرف عطايا السوري الوافد على ألمانيا، بدأ تعرفه على الواقع الجديد في المجتمع الألماني هو من خلال رمز آنيا. إحالات الأفعال التي يسندها إلى آنيا هي سوف تفضي في النهاية كما أفضت بي إلى أن هذه الآنية هي رمز لألمانيا. ولو بحثنا في آنيا المقطع الصوتي آنيا ألمانيا، وأنا أقترح عندما إذا ترجمت هذه الرواية أن يسميها في الترجمة لاند لكي تكون متطابقة مع دويتشلاند الاسم الألماني
في الترجمة الألمانية. إذا آنيا أنا أرى، ويشاركني طبعا عبد الله في ذلك على ما أنا متأكد منه، وكما ثبت لي في تفاصيل هذه الرواية أن هذه الآنية هي رمز لألمانيا. طبعا صفات آنيا هي صفات امرأة أنثى حقيقية نجدها نحن في الواقع الألماني. طبعا أنا أقرأ بعض الأفكار حتى لا أنسى، لأن كتبت أوراقا مبعثرة ومشتتة عبر أكثر من أسبوع. آنيا هي امرأة أنثى حقيقية نجدها في الواقع دون مبالغات ولا تهويمات. يعني هو لم يتخذها رمزا شعريا، هذه نقطة مهمة، اتخذها رمزا روائيا مليئا بالواقع، مليئا بالأحداث الواقعية والتفاصيل الواقعية. هي تركب القطار وتلبس ثيابا ألمانية وتأكل أكل ألماني وتنام على النمط الألماني وتتمشى في الشوارع وإلى آخره. يعني حياة آنيا هي حياة امرأة واقعية. صحيح أنه يرمز من خلالها إلى فكرة ألمانيا أو فكرة الإنسان أو الكائن الألماني، لكن هذا الرمز لم يوقعه في الشغل الشعري. يعني هي ليست رمزا شعريا، بل هي رمز روائي بامتياز. طبعا الكاتب هنا باعتباره يلعب، وعبد الله في هذه الرواية لاعب ماهر. أنا أدهشني بلعبه الروائي والسردي وتقنية اللعب التي عنده. والأدب في النهاية هو لعب خلاق، حتى يخفي سر رمزه ولعبته لا يكشف للقارئ أنه رمز. من وظيفة الكاتب أن لا يكشف للقراء عن أنه يشتغل الآن على رمز فني. إذا كشف ذلك فهو كاتب فاشل. لذلك هو يخفي إلى درجة بعيدة هذا الرمز وراء مجموعة وقائع وتفاصيل يومية تقوم بها آنيا. والذي يعرف ألمانيا وتفاصيلها وتفاصيل المرأة الألمانية والمكان الألماني والمواصلات إلى آخره سوف يكتشف ببساطة، إذا كان قارئا مجتهدا مثلي، يعني أن هذه الآنية هي رمز روائي لألمانيا. من الشخصيات الأخرى، طبعا هو الشخصية الآن ليست شخصية هامشية أو جانبية، بل هي شخصية أساسية جدا. رالف هو شاب ألماني يملك قدرة تسجيل أفلام وثائقية عبر الكاميرا. فرالف هو صديق عطايا. رالف يتحدث اللغة العربية باعتباره عاش في وسط مجتمع عربي يتحدث العربية الفصحى بشكل يعني يمكنه التواصل مع الآخرين من خلاله. من خلال العلاقة بين رالف وعطايا، عطايا هو الراوي الذي يقوم بدور الكاتب يختفي وراء عطايا. يعني هنا السارد يختفي وراء شخصيته الروائية الأساسية عطايا هو صديق لرالف. رالف يسجل لعطايا عبر الكاميرا حكاية عطايا وذكرياته ومعاناته مع الأشياء وهجرة اللجوء أو الهروب والمغامرة مع الموت المحتم. ما يتحدث به الروائي حول تفاصيل الهروب عبر البحر والغرق الذي كاد أن يودي بحياته وحياة أسرته. هناك أنا لا أستطيع أن أقرأ المشاهد لأن سيطول الفيديو كثيرا، لكن هذه المشاهد هي مشاهد عالمية بصورة مطلقة. يعني تحتاج إلى روائي أو إلى تقنية روائية
مخضرمة عاش الروائي بناءها وتجميعها عبر سنوات طويلة. لكن كما قلت في البداية أن ما حدث للسوريين جعلهم أو جعل الروائيين والشعراء والكتاب منهم الجيل الجديد، جعلهم كأنهم يولدون ناضجين. يعني هو نضج بنار هذه المأساة التي وفرت له أن يكون يتحدث بلغة روائية فعلا لا أصفها إلا بمهارات عالمية. يعني أقصد المهارات العالمية هنا المهارات الروائية التي تتوفر لأي روائي في أي مكان في العالم من أجل أن يصف مشاهد تراجيدية ومأساوية جديدة على شخصيته وعلى تاريخ بلده وواقع بلده. طبعا هنا علاقة رالف الذي يجلس عطايا أمام الكاميرا ويتحدث عطايا عن حياته وذكرياته، الأماكن التي مر بها، وعن اللجوء وعن تفاصيل حياته كلها. هذه لعبة روائية فائقة المتعة، ومن خلالها سوف يبني عبد الله معظم بنائه أو معماره الروائي. لأن هنا حديث عطايا أمام الكاميرا يتيح له أن يرجع بالخلف إلى الأحداث الماضية ويتخيل ما مضى معه على أنه يجري الآن. وهنا تدخل لعبة الزمن، اختلاط الأزمنة ببعضها التي يتقنها أيضا عبد الله في هذه الرواية. أمام الكاميرا، وعبد الله أيضا حتى يعني له علاقة ممتازة لنقل بفلسفة الكاميرا والصورة. أمام الكاميرا والصورة يحتاج عطايا إلى أن يستدعي ما لا يمكن نسيانه من ذكريات، لأن هذه الذكريات حفرت لها نفقا طويلا داخل روحه. ولأن هذه الذكريات وهذه الخبرات المأساوية تحتاج إلى إفراغ، وإفراغها لا يمكن أن يتم عبر جلسة واحدة. لذلك كان يوزع هذه الجلسات على مدى يعني متواتر. وهذه التقنية، تقنية عطايا أمام الكاميرا واعترافاته وسرده، تصبح هنا هي الأداة الفنية الروائية وهي الموضوع أيضا. وقد لعب الروائي هذه اللعبة فعلا بمهارة الكتاب المحترفين. ساعدته هذه التقنية أيضا على عدم الوقوع في الاستطرادات والتهويمات اللغوية، مع أن ما مر به قد يكون فخا للروائي أن يستطرد وراء لغة شعرية وتهويمات وخيالات، بحيث تخرج الرواية عن شروطها الفنية والجمالية. يعني هنا في هذه الرواية المأساة السورية حاضرة بتجلياتها الفظيعة والبشعة، لا يمكن أن نقول الجميلة طبعا، لكن عبر وعي روائي أدهشني وأصر على أدهشني وأمتعني وسحرني إلى درجة كبيرة. يعني كيف استطاع هذا الروائي الشاب أن يصوغ رواية ناضجة مكتملة بفترة زمنية قياسية جدا، بفترة بطولية أيضا، أن لا يقع في فخ الاستطرادات والتضرع والمظلوميات والبكائيات واللطميات التي تفسد عليه الشغل الفني والجمالي والتقني في الرواية. يعني هو هنا يبرز تبرز
قيمة الفن في العمل الأدبي. يعني أنت أمام مأساة هائلة، ولكن أيضا في المقابل أمام وعي يراقب كيف يستنبط من هذه المأساة عناصر يوظفها توظيفا فاتنا وباهرا في بناء روايته، طبقة طبقة، فقرة فقرة، فصلا فصلا. إذن هذه التقنية التي قلنا إنها أصبحت الأسلوب والمضمون بالوقت نفسه، يعني لأنك هنا أنت أمام حدث، يجلس عطية أمام الكاميرا، هذا حدث روائي وواقعي، ومن خلال هذا الحدث الروائي الواقعي تتفرع الرواية إلى تفاصيل أخرى، إلى أفعال روائية أخرى، وإلى أشخاص روائيين آخرين من الذاكرة، من الماضي القريب، الماضي المستمر داخل هذا الشخص الروائي. أنا سميته شخص الرواية الأساسي عطايا. حتى أغتنم الوقت أكثر، طبعا أنا سأقطع كثيرا من الأفكار مع الأسف، لكن هذه طبيعة الفيديوهات هذه. أنتقل الآن إلى تقنية أخرى اعتمدها الكاتب، وهي التقنية التي ترفع روايته فعلا ودون أي تلكؤ مني إلى أن تكون رواية عالمية. وهذا الأسلوب لم أجده في كثير من الأعمال الروائية التي قرأتها على الأقل. وهي هذه التقنية، أقصد عندما يتحدث الروائي عن علاقة عطايا بالأشياء، وهذه على سبيل المثال والنقطة المهمة هنا أنه عندما كان في سوريا مثلا، تشتري زوجته أثاثا للبيت، أثاثا، مفروشات، موبيليا، سرير، صوفة، كرسي إلى آخره، من أجل فرش بيتهم الجديد الذي انتقلوا إليه في سوريا. يبدأ هنا الكاتب بوضع شخصه الروائي عطايا أمام الأشياء والمفروشات والأثاث. يفكر عطايا بهذا السرير، بهذا الكرسي، بهذا البراد، بهذه الطاولة، بهذا إلى آخره. ويبدأ هنا كوابيسه المستعملة. لماذا هي مستعملة؟ لأنه يدخل عطايا الشخص الروائي إلى داخل هذه الأشياء ويصبح جزءا منها، ويتخيل حيوات أصحاب هذه الأشياء، يتخيل حياة صاحب هذا السرير، يتخيل حياة صاحب هذه الطاولة، حياة صاحب هذا الكرسي. ومن خلال تخيله الروائي لحيوات أصحاب الأشياء وحيوات هذه الأشياء والمفروشات والمواد التي أمامه، يكتشف القارئ مدى فظاعة المأساة السورية والتراجيديا السورية بطريقة لا أجد الآن لغة نقدية فعلا تفيها حقها من الإبهار. يذهب في تخيله إلى إنشاء حياة كاملة لصاحب هذا الشيء، هذا السرير، هذا الكرسي، هذه الطاولة، هذه الصوفة. يصيب عطايا هذا التخيل، يصيبه بكوابيس لا يميز فيها بين الواقع والخيال، إلى درجة أنه يصبح مريضا نفسيا. طبعا المريض النفسي بالنسبة للكائن السوري صار أمرا واقعا ومحسوما يعني. لكن الروائي عندما يركز على
الوضع النفسي والأزمة النفسية لشخصه الروائي، فإنه يضيف إلى تراجيدية الشخص الروائي مزيدا من العناصر والإضافات الجديدة. إذن من خلال تخيلات عطايا لسيرة أصحاب الأشياء يضعنا الكاتب أمام شرائح المأساة السورية الحاصلة والمستمرة، وذلك بمنتهى الجمالية والفنية العالية. عندما يتخيل الكاتب، يعني أنت أمام سرير اشترته زوجته من سوق التعفيش، هذه نقطة مهمة. لم يتحدث أحد حتى الآن حسب ما قرأت في الأدبيات السورية الحديثة جدا بصيغة أدبية مكتملة النضوج عن ما سمي خلال المأساة السورية عن سوق التعفيش وعن التعفيش. والسوريون يعرفون ما هو التعفيش الآن، هو سرقة الأشياء من البيوت بعد أن دمرت وبعد أن هرب أصحابها تحت تأثير القصف والتهديد بالموت والاعتقال. هربوا وتركوا بيوتهم فارغة، جاءت عناصر الشبيحة وعناصر من الجيش السوري وعناصر من المخابرات أو الفصائل المدعومة من النظام الأسدي لكي تسرق أشياء البيوت هذه وتذهب إلى أن تبيعها في الساحات العامة. فنشأت ظاهرة سوق التعفيش تحديدا في حمص أكثر شيء وفي دمشق، طبعا في أماكن أخرى، لكن في هذين المكانين بالدرجة الكبيرة، لأن البيوت التي أفرغت طبعا في حلب أيضا وفي ريفها، المهم في المكان السوري لنقل نشأت ظاهرة التعفيش بما فيها من يعني حس درامي لا يمكن لشكسبير أن يصوغه في تراجيدياته. يعني سوق التعفيش بحد ذاته والأشياء التي تشترى منه وتأتي إلى البيت يضع نفسه هذا الكاتب أمامها لكي يتخيل كيف كان يعيش صاحب هذا السرير، أين هو الآن في أي معتقل، أين هو الآن في أي منفى، في أي مهجر، ماذا حصل لأولاده، كيف كان ينام طفله على هذه الصوفة على سبيل المثال. أنا أطرح أمثلة الآن هكذا، لكن كلها أمثلة مستمدة من نسيج الرواية. وأصر هنا أيضا على أن موضوع العلاقة مع الأشياء، أو لنقل أنسنة الأشياء وجعل هذه الأشياء تتحدث عن تاريخها وذاكرتها، هذا بحد ذاته إضافة إلى تخيل كيف كان يعيش أصحاب هذه الأشياء ويبني حياة كاملة لكل مادة، للكرسي، للطاولة، للصورة، للإطار، للبايسكل إلى آخره. يتخيل حياة كاملة. هذه الفكرة بحد ذاتها فكرة شعرية. عندما الآن أنا أنظر في هذا الفنجان وأتخيل حياة له ولصاحبه مثلا إذا كان مستعملا، كيف كان يجلس عند الصباح مع صديقته أو زوجته أو جارته أو جاره، وكيف ماذا كانوا يتبادلون من أحاديث، وأسمع الفنجان يتحدث لي بهذه الذكريات. هذه فكرة شعرية، والأفكار الشعرية موجودة في الرواية، لكن مهارة الكاتب وذكاءه الحاد لم توقعه هذه الأفكار الشعرية في مطب اللغة الشعرية. هذا الأمر غير قادر عليه إلا روائي من الطراز الممتاز. لا أجد لغة شعرية في الرواية بحيث تحرف الرواية عن مشاغل النثر والسرد، لأن الرواية تحتاج إلى حكي وإلى تفاصيل. صحيح أنها متخيلة لكنها ليست ميتافيزيقية. اللغة الشعرية في الرواية توقع الروائي في الميتافيزيقيا وفي الماورائيات،
هنا لا يوجد مكان للماورائيات في الرواية. الرواية رواية واقعية بالكامل، حتى بتخيلات الكوابيس المستعملة، بتخيلات أصحاب هذه الأشياء، بتخيلات لنقل العناصر الغائبة المتخيلة، لكنها كلها تنبع من الواقع السوري التراجيدي الذي عاشه الكاتب. من الصفات الباهرة أيضا التي أدهشتني في الرواية هذا الانتقال الفذ من الواقع إلى المتخيل. يعني يكاد القارئ تتقطع أنفاسه وهو ينتقل ويقفز قفزات لا حصر لها بين المتخيل الروائي والسردي وبين الواقع الذي يعيده إليه فجأة الروائي. هذا الانتقال يحتاج إلى لعب، إلى فن، وعبد الله أثبت أنه فنان روائي استطاع أن يدهشني أنا الشاعر الذي من مصلحته أن يبحث في الشعر فقط وفي دواوين الشعر عن المتعة والسحر، لكن أنا كما يعرف الأصدقاء أو بعض الأصدقاء الذين أقول لهم أنني أجد متعة في الرواية، في قراءة الرواية. وأنا روائي المفضل على فكرة هو خوسيه ساراماغو ثم ماريو يوسا. هذان الروائيان هما التوب بالنسبة لي، وهما لا يستعملان لا لغة شعرية. وما قلته عن بعض جماليات هذه الرواية، الجماليات الأسلوبية والفنية، يمكن أن يقال عن بعض جماليات تلك الروايات العالمية. من هنا أنا أقول أن هناك مستوى عالميا ليس فقط في الرواية السورية أو العربية لكتاب شباب أو لشعراء شباب، هناك مستوى عالمي من الشعر، مستوى عالمي من التشكيل، مستوى عالمي من التفكير الفلسفي. وليس بالضرورة أن يكون العمل حتى يكتسب صفة العالمية أن يكون مترجما. هناك أعمال عالمية كثيرة نحن لا نعرفها لا في لغتها الأصلية ولا لا في لغتها الأصلية، إلا طبعا من استطاع أن يقرأ الأعمال باللغات الأصلية، ولا نعرفها عبر الترجمة، لم تترجم، لكنها بحد ذاتها تبحث عن المشترك العالمي في هذا الجنس الأدبي. يعني ما فعله عبد الله القصير في هذه الرواية يمكن أن يفعله أي روائي في كولومبيا، في المكسيك، في أمريكا اللاتينية، في إفريقيا، في فرنسا. يعني يخرج من السائد الروائي والتقاليد الروائية المعروفة المشاع، ويبتكر لنفسه تقنيات وجماليات جديدة، لا سيما أنه أمام واقع سوري فريد يتطلب منه استجابة مختلفة، روائية فنية شعرية، لكي يكون أديبا مختلفا. وعبد الله في هذه الرواية هو أديب مختلف. أنا أعتقد أني أحط ببعض، لا أقول بجميع طبعا، ببعض جماليات هذه الرواية المهمة جدا، والتي أحرض نقاد الرواية على البحث عنها والاحتفاء بها. وأتمنى أنا طبعا أن أصوغ هذه الأفكار التي قلتها بشكل مبعثر، أن أصوغها في مقالة أدبية في وقت لاحق. شكرا لكم والمعذرة على الإطالة.